عارف لما تقول لابوك اللعيب ده جامد فيقول لك لا اصل انت ما شفتش الخطيب، اهو ده اللي جينا من الاهلاويه هيعملوه في ولادهم مع ابو تريكه. مع انه ما قضاش في الاهلي غير 10 سنين، بس بالنسبه لجماهير الفريق ويمكن المصريين كلهم او اغلبيتهم يعني الفتره دي كانت كافيه جدا عشان يشوفوا مئات اللقطات اللي خلته اسطوره مش هينسوها بعد اعتزاله. من وسط اللقطات دي اخترنا لكم اكتر 5 كانوا نقط تحول في حياه تريكه. في 2004 جمهور الاهلي كان نفسه في صفقه حسن مصطفى بعد ما جاب فيه الجول، وباك رايت محترم زي احمد رضوان. فجاه عمل الخطيب صفقه ثالثه بعد ما غير ابو تريكه طريقه من الزمالك للاهلي. ومن اول ماتش ضد الزمالك سجل ابو تريكه هدف حكايه، كان اول حلقه في مسلسل 13 جول هزوا شبكه عبد المنصف وعبد الواحد بالتناوب وخلوه اكبر هداف في تاريخ مباريات القمه. نقطه التحول رقم 2 كانت لما دخل ابو تريكه يشوط ضربه جزاء في نهائي كاس الامم الافريقيه 2006 وما كانش يعرف انها اخر ضربه في الماتش، ولو جابها مصر تكسب الكاس. شاط جول، جري على زمايله يحتفل، وبقت الصورة دي هي الصورة الثابتة لخبر تتويج مصر. اتكررت في 2008 وتاني وهو بيرقص نص دفاع البرازيل في كاس القارات. 100 ماتش دولي، ودايما كان عنوان المنتخب. نقطة التحول دي مش عايزة كلام، 4 أهداف في النهائيات، وفي ماتش أورلاندو بقوا 5 لابو تريكة. خلاص دخلنا الثلاثينات، بدأنا نقعد على الدكة. أكيد ده جه في دماغ أبو تريكة مع أواخر 2010 لحد ما رجع له الراجل اللي كان كلمة السر في تألقه، جوزيه. لما تريكة جه الأهلي كان جوزيه المدرب، قدمه، طور لعبه، علمه يشوط فاولات زي ما قال من راس القطة في الكور البومة عشان تلف وتخش الجول في كاس العالم للأندية. والأهم جوزيه كان الراجل اللي خلى أبو تريكة يغير طريقة لعبه من أول 2011 علشان بدل ما يجري بالكورة يجريها هي، فيفضل في الملعب مؤثر لحد ما يتم 35 سنة. تعاطفاً مع غزة، القميص رقم 72 في بني ياس أول من رفض يلعب السوبر بناءً على طلب الجمهور. شاب من ألترا الزمالك توفى برصاصة غدر، كان أول المتواجدين في العزاء. سجل في نهائي أفريقيا، راح يحتفل مع الجمهور، والممتع هنا تشوفوا هما بيبصوا له إزاي. مع كل ده كان طبيعي إن في آخر ماتش لأبو تريكة بتيشيرت الأهلي في مصر يترفع له يافطة: إذا كان الاعتزال قرارك فالحب ليس باختيارك.